السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم وفاء مصطفى. النهارده هعمل معاكم وجبة سمك خرافية يا جماعة، خطيرة جدا. وجبة كاملة. عايزة اقول لكم اوفر حاجة ممكن نعملها دلوقتي هو السمك، خاصة مش هنستخدم زيت النهارده فيه، ولا هنشوي بره ولا في البيت. تعالوا نبدأ على طول مع بعض. هنجيب سمك. انا جبت سمك بولتي كيلو ب55 جنيه، جبت 4 سمكات دول ب90 جنيه. والسمك كبير خالص زي ما انتم شايفين. اختاروا السمك يكون فيه لحم كتير كده وكبير. متنضف جدا، غسلته وصفيته، مفهوش ولا نقطة مية. وهعمل الأرضية اللي هحطها تحتيه. ليمون وفلفل أحمر وجزر هقطعه شرايح رقيقة كده عشان تستوي معانا، لأنها بتتاكل مع السمك. فلفل اخضر كمان هقطعه وهشيل بقى منه اي بذر فيه. كل دي يا جماعه هعملها ارضيه تتحط تحت صينيه السمك. هنعمل النهارده صينيه سمك حلوه جدا. ودي كزبره خضراء برضو خدت شويه كده قطعتهم. كل الحاجات اللي بتتحط في الارضيه حطيتها في الطبق ده. اما دلوقتي هعمل التتبيله اللي هتبل بيها السمك بتاعي عشان ياخد طعم كده جميل. ده فلفل احمر حامي بس شلت منه البذر عشان حموه يبقى معقول. شوية كزبرة مع شبت. وهحط كمان التوم اساسي طبعا، معلقة كبيرة كده من التوم المفروم. وهعملهم في الكبة او في الخلاط او حتى في الهون زي ما انت متعودة. المهم خليهم يتفرموا كده نص فرمة، يعني مش ناعم قوي ولا خشن قوي. وتعالوا نبدأ نكمل التتبيلة بتاعتهم. اول حاجة خالص هعصر عليهم ليمون، ليمونة كبيرة كده مليانة مية او ليمونتين. زي ما انتم شايفين انا عامله النهارده التتبيله دي هستخدمها مش في السمك، يعني مش في تتبيل السمك بس، لا هنحط منها في ارضيه الصينيه. حطيت كمون وبابريكا وكزبره ناشفه وشويه كركم وشويه ملح. وهي دي احلى واروع تتبيله للسمك يا جماعه. تعالوا بقى نعمل شرايح كده بالورب كده في السمكية بس من ناحية واحدة بس. وده عشان السمكية تبقى ماسكة نفسها كده وانا جاي اشيلها الارضية بتاعتها او الظهر بتاعها ما يبقاش مفتوح كده. انا هحشي السمكية بقى من جوه، هتبلها من كل ناحية ومن الفتحات ومن الظهر برضو. وزي ما انتم شايفين ده بيدي بقى تتبيلة حلوة وطعم جميل للسمكية. اهم حاجة اهتمي بنظافة السمكية، نظفيها كويس جدا من جوه. وخليها ما فيهاش ولا نقطة مية عشان تشرب من التتبيلة وما يبقاش فيها اي زفارة. بقية الخلطة اللي فضلت عندي هقطع عليها بصلتين كده صغيرين او بصلاية واحدة، ده بصل احمر قطعته كده زي ما انتم شايفين جوانح. وهقلبه كده مع تتبيلة التوم والفلفل دي. وتعالوا بقى نبدأ نشتغل. هاتي بقى الصينية، هما معلقتين زيت يا جماعة اللي هنحطهم تحت ومعلقتين فوق، ويبقى خلاص كده عملنا احلى سمك. وهيبقى احلى كمان من المشوي ومن المقلي. الارضية اللي احنا عملناها الجزر والفلفل والليمون والفلفل الحامي هفرشهم كده في الصينية من تحت. وطبعا محتاجين يتحدقوا او يتحط عليهم حاجة كده تتبلهم. هنحط بقى عليهم الخلطة اللي احنا عملناها اللي حطينا فيها البصل. طبعا فيها الملح والكمون وفيها الكزبرة وكركم وبابريكا. وهتخلي طعم الخضار دوت روعة، هيتاكل قبل السمك. قلبي بقى كله في بعضه كده عشان كله ياخد من الطعم من الطعم يعني التتبيلة. وخلاص هنرص السمك كده وحطي في صينية كبيرة عشان كل سمكية تبقى بعيدة عن التانية، فالسمكية تاخد بقى لون من كل جوانبها، يعني تستوي من كل جنب. لكن لو لزقوا في بعض هنبص نلاقيهم مش السمكة مش هتاخد لون من كل ناحية. السمك ده تحس ان هو مقلي كده في الزيت، رغم ان احنا ما حطيناش عليه يعني غير معلقتين زيت. بصوا انا برص دلوقتي فلفل تاني حامي وشرايح ليمون تاني. واحط بصوا اللي عليه نص معلقة نص معلقة. وكمان معلقة هحطها على السمكتين التانيين. يبقى انا كل اللي خدته 4 معالق بس من الزيت. فرني سخن وعلى الشبكة ودخلتهم الفرن. على ما دخلوا بقى الفرن هيقعدوا في الفرن نص ساعة وهوريكم هنعمل ايه فيهم تاني. عملت بقى بابا غنوج، كنت شاوى بتنجان نص كيلو بتنجان يا جماعة. البتنجان سعره كويس، نحاول بقى نوفر كده. شويتهم كويس وقطعتهم اهو بالسكينة. وكنت عامله انا طبعا طحينه عشان السمك محتاج طحينه. هحط عليه دلوقتي شويه هريسه فلفل احمر، شويه ليمون صغيرين، هعصر نص ليمونه. احلى بابا غنوجه تاكلوه يا جماعه بالطريقه دي. شويه كزبره خضرة كده ونقطعهم كده ناعم ونحطهم عليها. وكمان الطحينه دي طحينه مش خام، دي طحينه سلطه الطحينه اللي انا عاملاها. شويه كمون بقى وشويه ملح واحلى بابا غنوج بجد، طبق جميل جدا. بصوا نص كيلو بتنجان هيعمل لي طبق حلو جدا على فكرة. يعني بتحلي الأكل بجد، الحاجات اللي جنب الأكل دي بتحلي الأكل. يعني حتى انت لو جايبة سمك قليل، الحاجات اللي جنب السمك دي هتخلي الأكل يكفي ويفيد.
حطيت سلطة الطحينة كمان في طبق. طلعت بقى السمك من الفرن بعد ما فات نص ساعة ونشف اهو، الفتحات اتفتحت اكتر. دهنته بقى بشوية صلصة كده مخففة بمية مع شوية كمون، ودخلته على الشواية 5 دقايق لغاية ما خد اللون دوت وكأنه اتقلى، بس اخف بقى من المقلي بكتير. بصوا بقى الجزر والليمون والفلفل وكل الحاجات دي هتتاكل. السمك مستوي وطري زي ما انتوا شايفينه، بس نشف زي ما انتوا شايفين، عامل زي ما يكون مقلي بالظبط. والسلطات بقى بتاعتي الخضراء وبابا غنوج والطحينة. واساسي بقى جنب السمك لازم نعمل رز. وكده يبقى احنا عملنا اكل مطاعم، وجبة حلوة جدا. كل التكلفة هي 90 جنيه. تمن السمك ده وجبة تكفي 4 أفراد، وأكل حلو كأننا كلنا في مطعم بالظبط. الخضار ده كله يا جماعة بيتاكل مع السلطة الخضراء بقى وشوية طحينة، ونستمتع بالأكل. وعايزاكم تشوفوا ازاي لون السمك ناصع من جوه، أبيض يعني وناصع اهو، عشان متنضف كويس قوي ومغسول كويس، معمول بطريقة صح. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا. لايك بقى حلو للفيديو، شيروا بقى الفيديو في كل حتة. شكرا ليكم.